إنها ليلة من ليالي فبراير الباردة، والأحداث ليست بحقيقية. يقال عنها أنها حدثت في مصر في قرية اسمها قرية ميت يعيش. لو قريت اسمها ممكن تقراه ميت يعيش، لكن أهلها قالوا إن اسمها ميت يعيش. شوف انت عايز تقراها ازاي، وخصوصا وانت داخل القرية دي بالليل، الدنيا ضلمة وعدد مصابيح الإنارة اللي موجودة في الشوارع قليلة جدا. القرية هي قرية ميت يعيش، قرية تابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية. الزمان يجي كام سنة، تقدر تقول من 20 سنة تقريبا. وبرغم مرور الزمان على هذه القرية إلا إن أهلها لسه متمسكين بأخلاق القرية المصرية الجميلة، كرم الطائي، عادات مصرية أصيلة، الشباب الجدعان، البنات المتحفظة جدا، شجاعة وإقدام. ونقف بقى عند الشجاعة والإقدام وقفة، لأن هنقف عند كلمة شجاعة وإقدام ونرجع 20 سنة لورا. نرجع 20 سنة لورا لما عم محمد خليل، خليكم فاكرين اسم عم محمد خليل، اللي استلم شغلة جديدة في البلد دي واللي هي مش بلده من حوالي أسبوع. عم محمد خليل كانت شغلته غريبة شوية، كان حارس للمقابر. شاف كتير وقليل، وهنحاول نجيب كده كل مدة حكاية من حكايات عم محمد خليل. في ليلة باردة زي ما قلنا من ليالي فبراير، كانت الساعة بعد 10 ليلا. عم محمد خليل كان وظيفته يتفقد كده ويلف بين المقابر ويشوف يعني هيحصل حاجة، ولكن كان بينتشر دايما فرقة الجثث. كان لازم دور عم محمد خليل الحارس انه ياخد باله علشان مفيش حاجة تفقد او مفيش نبش يحصل في الصبح. اسبوع اشتغلوا عم محمد خليل، ولكن اللي كان يشوفه يقول ده الراجل ده ايه، شغال بقاله سنين، حفظ المكان وحفظ الشوارع، ما تقولش البلد بلده. فمرة وعم محمد خليل بيلف حس ان كان في حد هنا في المكان ده من شوية. فيعني لو سألناه وقلنا له يعني ايه حسيت، هو في حاجة انت بتحس ان كان في حد واقف هنا من شوية؟ قال لك دي حاجة انا بس اللي احسها واقدر اعرفها واقدر احس لو كان المكان فيه حركة من شوية ولا ما كانش فيه. المهم الموضوع فضل يتكرر، وعم محمد خليل مصر ان في حد بيبقى موجود قبل ما هو بيوصل لمكان معين معروف هناك. كان بيبقى حاسس ان كان في حركة هنا من شوية. اتكرر مرة واثنين وثلاثة، ولكن عم محمد ما بطلش شغلته، ما بطلش يتجول بالفانوس القديم المعتق اللي بيعكس على وجه محمد خليل نور بهيبة ورعب في وسط عالم الأموات. ولكن عم محمد خليل كان مصر ان في حركة في المكان. قلب عم محمد خليل يعني نقدر نقول انه قلب جامد، لكن فيما يخص موضوع المقابر وظلمتها ورهبتها بالليل كمان لا 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 لا، ده هيعمل ألف حساب. النهار وراح عم محمد خليل فين؟ راح للحلاق عشان كان عايز يحلق. راح عند عم مصطفى الحلاق مزين القرية كمان، هو عم مصطفى حلاق ومزين القرية. وهو بيحلق كان مين مستني يحلق الدور اللي بعده؟ كان عم درويش قاعد مستني دوره. لاحظ محمد خليل ان العم درويش عمال يبص له بصات غامضة كده، زي ما يكون عنده حاجة عايز يقولها ومش عارف يقولها له ازاي. منها محمد خليل كان واخد باله، ولكن كان بيحلق، وكان مش بيحلق له، كان بيحلق شعره، وكان عمال يفكر يسألوش. المهم خلص بالحلاقة عم محمد وراح لدرويش فجأة وقال له مالك يا درويش، ما تقول يا اخي ايه اللي في بطنك. اتلخبط عم درويش وقال له انا بقالي كتير عايز اتكلم، انا مش عارف اقول لك ازاي. محمد خليل اتضايق وقال له ما تقول يا اخي. قال له الترب انت بتقول ان في حركة هناك، انا عارف حاجة. محمد خليل قال له تقصد ايه يعني؟ قول. عم درويش قال انت بتلف كل يوم الساعة 10؟ لا لف بدري شوية. انا مش فاهم. كان ده رد عم محمد خليل. قال له انا ما عنديش كلام تاني اقوله، وان كان على الحلاقة يا سيدي انا مش هحلق. وساب المكان ورمى الفوطة وساب الدكانة كلها وخرج. وهو ماشي قال له لف بدري شوية يا عم محمد وانت هتفهم انا قلت لك ايه. استغرب عم محمد خليل قوي من درويش، بس كل اللي كان على باله انا هلف بدري، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما لف بدري المرة دي.
وقرر عم محمد خليل انه لسه بدري ساعة. الساعة 9 كان عم محمد خليل واقف على قريب من المقابر، وقرر ان الجولة العادية بتاعته تكون موجودة يعني او تبدأ الساعة 9، وهو مش في باله، مش متوقع ايه اللي هيفرق قوي من الساعة 9 للساعة 10. وقرب عم محمد خليل من تراب ابو سويلم، لا اسف تراب ابو سليم، يعني لان هي دي المكان اللي كان حاسس بيه بالحركة. لكن المرة دي ما كانش حاسس، المرة دي كان في حركة. الساعة كانت 9 زي ما احنا عارفين، وكانت ليلة من ليالي فبراير، وعم محمد خليل بيتسحب وحاسس ان في حركة رايح ناحية مقابر ابو سليم، وكان كل توقعه ان يكون في حرامي. قرر ان المرة دي ما يكونش معاه الفلوس، سحب لحد ما قرب من مقابر ابو سليم. قال انا لازم اشوف فيه. قرب، ومع عم محمد وهو بيقرب كان قلبه بيدق لدرجة انه حس ان دقات قلبه قطع الأول. لاحظ عم محمد ان في نور خفيف كده طالع من المقبرة. قرب، سمع شوية كلام مش مفهوم، والباقي كان غريب، كلام غريب مش مفهوم. قال هقرب اكتر لحد شاف منظر عمره ما هيقدر يتساب. لقى سيدة قاعدة بداخل المقبرة وبترتجف، وفي واحد عمال يرمي عليها تراب وهي قاعدة، لا هي ميتة ولا هي قاعدة، وعمال يقول كلام غريب، وكانت لا تنطق، مجرد انها عمالة ترتجف تترعش يعني. عم محمد خليل فكر يتكلم، لقى صوته ما بيطلعش. كل اللي قدر يعمله انه واقف مكانه بيبص على اللي بيحصل. الغريب ان الناس تتحسب وجوده، ولا حتى الراجل حاسب كمان. وفجأة خرجت السيدة عن صمتها وبصت للراجل اللي موجود معاها وقالت له وهي في قمة الرعب: ابوس رجلك، ابوس ايديك، روحني، انا بقالي اسبوع لا بقيت بنام ولا باكل ولا عايزة حاجة من الدنيا تاني، ارحمني انت والعمدة بتاعك. والراجل لا بيرد ولا بينطق، عمال يرمي تراب عليها وعلى وشها وخلاص وعلى هدومها، تراب خفيف يعني مش ردم يعني. وهي عمالة تكرر الكلام، وجات عند جملة وعمالة تعيد فيها: قول له انت، طب ما تقول له انت، مش عايزاه لو هو ده الحل، مش عايزاه، وصل له الرسالة دي ارجوك. وهي في عز ما بتتكلم وعمالة يعني تقول الرسائل بتاعتها دي، فجأة حصل ايه؟ انها غيرت اتجاه الكلام بتاعها، وبصت فجأة لعم محمد خليل وقالت له: طب قول له انت. طبعا عم محمد خليل خد الكلمة دي ولقاها بتبص له، وقع من طوله، ما قامش تاني، لا صوت راضي يطلع ولا عارف يجري، ورجليه واقفة، يعني الراجل مفيش اي حركة. وقع من طوله الراجل، وبعدها بدأ النور يتسلل لعينيه. عم محمد خليل بدأ يفوق، لقى نفسه نايم، ولكن مش في المقابر اكيد، لقى نفسه نايم في بيت عم حميدة ابو سليم. خليكم فاكرين ابو سليم لان نفس المقابر اسمها مقابر ابو سليم. ولقى حميدة واقف وعمال يبص له بصة كلها اسئلة، وقبل ما ينطق محمد بكلمة، حميدة قال له: هي طلعت لك انت؟ اشمعنى؟ انا بقالي 45 سنة بروح كل ليلة بس ما بتطلعش، اشمعنى انت؟ عم محمد خليل التعب والخضة والصدمة مش مخليه حتى يعرف يتكلم، مش مخليه يعمل اي حاجة غير انه يسمع القصة اللي عم حميدة بدأ يحكيها. انا يا ابني عندي دلوقتي 70 سنة، اتجوزتها وهي لسه صغار، وكانت احلى بنت في البلد، وكنت وقتها ابن العمدة، كنت اكبر يعني راسي يا شباب المنطقة عندنا في العيش. ولكن ابويا كان شديد، وكانت كلمته دايما مسموعة. بعد 4 شهور من الجواز بدأ ابويا يسألني، يقول لي: هو مفيش وحم ولا ايه؟ مفيش وحم يا ولا؟ قلت له: لا يابا، ده احنا لسه ما كملناش 4 شهور. رد ابويا وقال لي: مفيش حاجة اسمها كده، لو مراتك ما حبلتش هجوزك بكرة بنت ابو حجازية، الارض البور ملهاش مكان في بيت العمدة. عدت ايام وبرضه مراتي ما حبلتش. فلقيته بالليل داخل علينا الأوضة وبيقول لها: قومي يلا، قومي معايا. طبعا احنا ما عملناش غير التنفيذ، انا بنفذ وهي بتنفذ.
قامت مراتي مشيت ورا ابويا وانا وراها انا كمان. لقينا عندنا في اوضه الضيوف واحد اسمه منصور الاسود، الراجل محدش فيكي يا بلدنا بيقبله، كان مكروه جدا في البلد عندنا لانه كان كده من الاخر خراب بيوت، بيعمل اعمال ويربط الرجاله ويلبس الناس عفاريت وبدون اي حاجه الناس كرهاه. انا اول ما شفته قلت لابويا ليه يابا؟ ايه هتعمل ايه مع عم منصور؟ ابويا بص لي بصه كلها شر، عمري ما تخيلت انه يبص لي البصه دي وما ردش. وما كان على مراتي غير انها مشيت ورا الاستاذ على العم منصور وقال لها ابويا وهي ماشيه يلا يا بت مع عمك منصور والشفا على ايديه ان شاء الله. خرجت مراتي نعيمه معايا وكانها بتودعني للمره الاخيره، وما رجعتش غير تاني يوم بعد الفجر وهي في حاله غريبه ساكته، وكان ريحتها غريبه لكن الدموع كانت متحجره جوه عينيها، وكل ما اسالها ايه اللي حصل تبص وتقول لي طب ما تقول له انت، قول له حرام والله حرام ده. انا جبان لا عرفت اتكلم ولا عمري اتكلمت. مر اسبوع وكل ليله تخرج نعيمه، وكل ما افكر اسال ابويا الاقي نظرات الشر والتهديد تخرسني حتى قبل ما اتكلم. امال ايه مش ابويا العمده؟ لحد ما قررت اني لازم افهم، لازم اعرف مراتي بتروح فين كل يوم. مشيت وراهم وعرفت ماشيين ازاي ورايحين فين وقلت انا هكمل معاهم. مشيت وراه، هو منصور الاسود ماشي وهي مراتي ماشيه وراه. كانت داخله الساعه على يجي 9 بالليل كده ولقيتهم بداوا يمشوا في سكه مقطوعه. ما اكدبش عليك انا الشكوك بدات تدخل في نفسيتي، قلت بس الموضوع فيه ريحه خيانه، ولكني اتفاجئت اننا رايحين على تراب البلد. انا مش فاهم هو منصور الاسود واخد مراتي ورايح تراب البلد ينايل ايه؟ لحد ما وصلوا لتراب ابو سنين اللي انت وقفت عندها، وفتحوا التربه ولقيتهم نازلين، وعينك ما تشوف الا النور. بدأ عم منصور يشتغل بالدجل بتاعه، دجل وشعوذه وكلام، وعمال يرمي تراب في وش مراتي ويقول لها انت هتتخضي وتحبالي حاله، انت هتتخضي الخبطه دي هتخليكي تحبالي. انا وقفت وقلت لازم ابص على مراتي، لقيتها بترعش وعماله تسيبه بتقول له ارجوك انا مش عايزه خلف، قول له انا مش عايزه خلف، لو هو ده الحل انا مش عايزاه. انا عمال ابص ولساني واقف عن الكلام. لقيتها فجاه برضه وهي قاعده بصت لي وقالت لي طب ما تقول له انت. انا ما كانش عليا غير اني اعمل ايه، جريت شلت مراتي، وكانت دي المره اسوأ مره شفتها فيها. صرخت انا في وش ابويا اول ما روحت وقلت له منك لله. جبنا الحكمه وكتبوا لها الدواء ولا في فايده يا استاذنا. نامت نعيمه، ولكن ثاني يوم الساعه 9 حصلت حاجه عمري ما كنت اتوقعها. لقينا في اليوم الثاني نعيمة زي ما يكون ركبها العفريت. ندور على نعيمة مفيش. فين نعيمة يا ولاد؟ نعيمة مش موجودة. ولقينا أهل البلد جايين يجروا يا جناب العمدة الحق نعيمة بتجري في الطرق وعمالة تصرخ. طبعا جرينا وجبنا نعيمة بالقوة، وبقينا كل ليلة يا أستاذنا في الساعة دي حوالي الساعة 9 يجي لها حالة هياج وثورة شديدة جدا، لدرجة إن أنا بقيت أضطر إن الساعة 8:30 أربط نعيمة مراتي في السرير، لأن أنا عارف إنها هتقوم تجري. الليلة الأخيرة صارت نعيمة كانت ثورتها كبيرة قوي، وفضلت تصرخ، والمرة دي أنا ما كنتش قادر عليها، لكنها كانت مربوطة. ربطناها في السرير زي ما قلت لك، لكن الساعة 9 المرة دي نعيمة ما جريتش، نعيمة ما راحتش أي مكان، نعيمة ماتت وهي بتقول لي ما أنا قلت لك، قل لي الخلفة عمرها ما هتبقى بالطريقة دي. من يومها يا سي محمد وانا عايش ومش عايش، وكل ليلة
اقعد افتكر فيها، وكل شوية يجي حد من اهل البلد يقولوا لي شفنا مراتك، شفنا عفريتها نقط، مرة بتجري في التراب، ومرة قاعدة في التربة، ومرة تانية عمالة تجري في الشارع وتصرخ. ان انا اشوفها انا بنفسي مش عارف. سمع محمد خليل الكلام ده وقال يعني اللي انا شفتها دي ما كانتش بني ادمة؟ قلت له لا، ما كانتش بني بعد ما سمع الحكاية دي عم محمد خليل دموعه كانت غلبته. طبعا إنسانة مسكينة اتعذبت بسبب الجهل والظلم. ركزوا معايا واسمعوا كويس اللي حصل. هو زعلان على الظلم اللي اتعرضت فيه وبسبب الجهل والتخلف اتعمل فيها كده، ولكن من تعبه غلبه النوم. نام وهو مقرر تماما انه من الصبح مش هيسيب البلد، ده هيسيب البلد والشغلانة وهيدور على شغلانة تانية خالص ياكل منها أكل عيش. كفاية اللي شافه. نام عم محمد خليل وتعمق في النوم. هو واخد القرارات اللي قلنا عليها دي، لكنه هو نايم شاف في منامه واحدة جميلة جدا بتقرب منه وهي مبتسمة، وقربت منه كمان، وفتحت بقها علشان تتكلم وتقول له كلمة واحدة. قالت له